ونيجي بقى للفقرة المنتظرة والفقرة الأهم، فقرة تقييم ألالية نادي الزمالك على ما قدموه من إسهال كروي النهاردة في مباراة النهائي أمام النادي الأهلي. محمد عواد هو الأصل، أحسن جون في مصر في ركلات الجزاء، لكن أحسن جون في مصر في المطلق هيبقى أحسن جون في مصر في حالة وفاة كل الحراس. محمد عواد على مدار ال 90 دقيقة لو حد رمى عليه السلام هيخش جول. كابتن عمر جابر اللي ادمن الهزايم زي ادمان الشاب وكده. يا عمر بجد شخصيتك بقت مستفزه، حرام انك تكون انت كابتن فرقه نادي الزمالك. مستوى ضايع كالعاده، على الرغم ان ماتشات الاهلي دي هي الماتشات اللي انت مكمل بيها في الزمالك، ولكن حرام عليك يا راجل، حرام عليك. النهارده الناحيه بتاعتك كانت مستباحه، تريزيجيه معدي، زيزو معدي، بن شرقي معدي. تحس ان لعيبه الاهلي كانت مستغله جبهه عمر جابر كانها حمام عمومي، اللي عايز يعدي يطرطر يعدي. محمود حمدي الونج، هقول ايه طيب؟ يعني هقول ايه؟ ما عنديش حاجه اقولها والله، ان الونش عمل مباراه متوسطه لا يسال عن اي هدف من الاهداف اللي دخلت فينا. عامل مباراه ممتازه امام بيراميدز، في نفس الوقت الفتره اللي لعب فيها جنب محمد اسماعيل كانت فتره كويسه، لحد ما نزل جنبه الجمل حسام عبد المجيد اللي يفشل اي مدافع خلقه ربنا. مالديني نفسه لو رجع من الاعتزال ولعب جنب حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد كفيل يخلي مالديني ينزل يلعب درجه ثانيه. محمد اسماعيل اللي لما خرج بان قد ايه ان انت عندك مشاكل في المنظومه الدفاعيه، واللي كان عامل مباراه كويسه لحد الاصابه. احمد فتوح نجم المباراه لتاني مباراه على التوالي. فتوح اللي كان قافل الجبهه بتاعته بشكل ممتاز جدا، كان عنده ثقه كده في فكره الخروج بالكوره، لعيب عنده شخصيه ولعيب هيفرق قوي مع الزمالك. بس بالله عليك يا فتوح، هي دي اللي لازم تشتغل عليها، مش موهبتك، مش امكانياتك، لانك لاعب عندك موهبه وامكانيات مش موجوده عند لاعب في مصر. فاحمد فتوح من وجهه نظري هو نجم منظومه نادي الزمالك في مباراه النهارده. نفس الكلام اللي ينطبق على محمد شحاته النهارده عمل مباراه عظيمه في نص الملعب، ولكن جنب مين؟ يعني محمد شحاته بيلعب جنب مين وبيلعب فين وايه طريقه اللعب اللي بنلعب بيها؟ الراجل النهارده عمل اللي عليه وزياده، ولكن اللي عمله محمد شحاته ما كانش كافي انه يخلي الزمالك يفوز بمباراه النهارده. عبد الله السعيد، بص يا عبد الله، من الاخر انا بحترمك جدا، انت من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، لكن لا خلاص كفايه بقى، كفايه بجد والله يا اسطى، كفايه بجد. لان انت اصلا ماتشات الاهلي بقت حمل وعبء على نادي الزمالك. ما ينفعش العب بعبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه قدام نص ملعب فيه اليو ديانج ومروان عطيه، وبينزل من على الدكه محمد علي بن رمضان، سواء على المستوى البدني او على المستوى الفني. حتى الحاجات اللي كان بيعرف يعملها ما بقاش بيعرف يعملها. شيكو بانزا مجنون حارتنا، اقسم بجلاله الله بيجري في الملعب زي الحمار اللي بيجري في الزريبه. ده مستحيل يكون كان لاعب كوره قبل ما يجي الزمالك، ده اكيد كان حرامي، عشان هو ما عندوش حاجه بيعرف يعملها غير انه بيجري وخلاص. تقييم لشيكو بانزا 1، مش 1/10. انت تشوف واحد ينيك. سيف فاروق جعفر، يا دين امي على الملل وعلى البيض وعلى الهم اللي في الدنيا والله العظيم حرام. هو سيف فاروق جعفر ده مش المفروض نعامله معامله زيزو لان هو جعان برضه؟ سيف فاروق جعفر ده فضل قبل كده الفلوس وساب الزمالك وراح بيراميدز مع الواد يوسف اسامه نبيه، رجع النادي ليه؟ واحد من اسوأ لعيبه الكوره اللي انا شفتها في حياتي. زي ما قلت لك قبل كده، سيف فاروق جعفر ده ما ينفعش يبقى لاعب كوره، ده اخره يبقى مساعد لمدرس في درس خصوصي، يلم حق الدرس من العيال اللي موجوده في الدرس. لكن لاعب كوره لا، كتير قوي كتير قوي. سيف فاروق جعفر ده لازم نبلغ عنه انتحال شخصيه، انه بينتحل شخصيه لاعب كوره. نصر مفيش فرقه نجمها هيكون ناصر ماهر هتكسب بطوله. عمرو ناصر، لو عايز تعرف اضرار العاده السريه اتفرج على اداء عمرو ناصر مع نادي الزمالك. جاي لك يا كابتن مارسيلو بيلسا، جاي لك نزل من على الدكه احمد شريف، حاجه يعني حاجه صعبه قوي بصراحه يعني، وتقيل، ومعرفش بقى تقيل كده ليه. كان جاي لنا رفع القلم الفرنساوي من فاركو، تقل في الزمالك فجاه. فاحمد شريف حاجه يعني تحس ان هو سواق توك توك. احمد حمدي نزل كمان. يا عم كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا حمدي، كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد العمال. خوان الفينا بتزيرا البرازيلي، بص يا اسطى، انا في حاجات كده بتطلع منك انا مش طايقها. فكره انك بتعيط في المطلق ده مخليني مش قابلك اصلا، لانك كده لاعب ما عندكش شخصيه انك تتحمل الضغوطات. يا اسطى انا لو وينج والعب ماتشين قدام احمد نبيل كوكا ما اعملش اسيست على الاقل، اقسم بجلاله الله هتكسف قوي من نفسي. فكك من الاشتغالات. النهارده اصلا الواد خوان بيزيرا ده نزل من على الدكه، جاب فاول على حدود 18، راح الجمهور قال لهم بامو ايه يا عم انت مجنون، احنا ناقصين هطل يابا. حسام عبد المجيد، طبعا حسام عبد المجيد لعب النهارده في مباراه الديربي لان المباراه بتتذاع على ابو ظبي، وزي ما انا قلت لك قبل كده حسام عبد المجيد ده ما هو الا الجمل اللي بيقعد يجري في قناه ابو ظبي بال3 شهور محدش بيسال فيه. فتمنياتي ان حسام عبد المجيد ده
ايا كان الرقم اللي هيجيبه في يناير لازم يمشي من نادي الزمالك. خلاص لاعب ما بقاش عنده الحميه انه يلعب بتيشيرت نادي الزمالك، ما بلاش قرف يعني. اما سيف الدين الجزيري فهو احسن كارت نزل من على الدكه النهارده، لانه نزل عمل حماس وعمل روح وراح وخبط وخد كوره واثنين وثلاثه. لكن يا سيف يعني منك لله يا راجل، يا راجل حتى الكوره اللي جات لك اللي كانت هترجعنا في الماتش جاي تلعبها بدماغك. انت فارد ايدك ليه يا اسطى؟ انت فاكر نفسك باص يطير؟